اهلا بيكم فيديو جديد وريفيو جديد في عالم ياسمين. النهارده الريفيو يا جماعه على الجميله دي، الانجل نوفا موجلر. شايفين الجمال، نجمه كده ساطعه. طبعا الاديشن ده من الموجلر يا جماعه اصدار حديث جدا. اصدارات الموجلر كلنا عارفينها بثباتها، عارفين طبعا دور العطور الفرنسية والراجل المصمم ده اللي هو يعني اوحلنا رسالة كده بشكل النجمة دي. بصوا تحسوها ان هي ايه، نجمة كده جاية من السماء، اللي بيمتلكها كده كأنه هو يعني امتلك حاجة ثمينة، حاجة قيمة. بص شكل الازازة مبدئيا كده، شكل الازازة انا بحب قوي اتعمق فيها. بحس انها يعني دايما لما باجي اختار برفان هجيبه، فبيفرق معايا جدا الشكل. بحس ان هو ايه، الشكل المميز ده بيبقى في توجيهات كده، في رسائل كده موجهة بمضمون البرفان ده. كمية بهجة وقنبلة من المرح والسعادة بتحسي بيها بجد وانت حاطة النوفا موجلر ده. احساس فظيع فظيع من السعاده. فعلا البرفانات من الحاجات اللي بتغير المود جدا يا جماعه. يعني انا مجرد ما يتصل على المندوب يقول لي ان الاوردر على وصول، بقى انا بقى منتظره بمنتهى اللهفه ايه البرفان بقى يا ترى المره دي هيعمل بقى حاله من السعاده ولا هيقفلني عن الدنيا زي مضاوي كده. مش عايزه اتكلم عن مضاوي عشان ايه بس حقيقي بقى خليني اقول ان الموجلر دي تحديدا، الاصدار ده تحديدا بقى برعايه أصالة يا جماعة. لما يهل الورد البلدي كل الورد يخاف بجد. احساس كده من الدنيا بمبي، احساس من الفراولة بتاع الفراولة بجد يعني احساس من المرح والسعادة ما تتوصفش لما بنحط الموجلر دي. طيب خليني اكلمكم على شكل الازازه برضو، لان انا كتير باجي الاقي نفسي ان انا ممكن اشد دي افتكر ان ده غطا، لا هو مش غطا. بصوا من ورا هنا كده، في ده الاوتومايزر يا جماعه، ده اللي احنا اهو من ورا كده، ده الاوتومايزر ده اللي احنا بنرش منه. خليني بقى نرش. تحفة تحفة فعلا فعلا، يعني على رأي أصالة لما يهل الورد البلدي كل الورد يخاف. فعلا ريحة مش طبيعية. أنا عايزة أقول لكم النوتة بتاعته العطرية بتعمق أكتر بصوا الأنجل نوفا موجلر طبعا فروتس، التوب نوتس فيه الفروتس، ورود، في عود بقى. يعني النقطة الغريبة في الموضوع ان هو في عود، والعود هنا مش باين خالص. يعني مش باين اللي هو حتة ان العود دي برفانات خليجي وحاجات، فهو ما فيهوش الحتة دي برضو خالص. يعني ما هوش خليجي بالمرة، بالعكس اطلاقا. يعني هو برفان يعني مش خليجي، برفان اوروبي بمرح الاوروبيين وانطلاقهم وبهجتهم. فعشان كده انا شايفه ان العود مش اداؤه مش باين خالص في المجلر. عندي اخشاب برضو العنبر عامل دور مع الفروتس والورود مش طبيعي. يمكن هو ده اللي معلي اداؤه من حيث الثبات والفواحان. عايزه اقول لكم ان انا بحط المجلر دي يعني ممكن مثلا 6 ساعات. في ناس قالت ان هو ممكن يكون لتاني يوم، بس فعلا يعني غير ان هو شكل الازازة تحسوها كده يا جماعة سعاد حسني بترقص كده وهي تغني بامبي بامبي. اهو بجد احساس فظيع فظيع فظيع. هخرج عن مضمون الانجل نوفا موجلر شويه، وهكلمكم على الفالنتينو بينك. الاصدار ده تحديدا من الفالنتينو
يعتبر هو اصلا مش موجود، يعني مش عايزه اقول هو نادر دلوقتي لما حد يلاقيه، ولكن هو اصلا دي من النوادر، لان ده اصدار قديم، واعتقد ان هو اعتقد اتوقف الاديشن ده تحديدا منه. فكتير بقى، يعني مثلا كتير يقعدوا يقولوا احنا نفسنا في الفالنتينو دي. بصوا برضو انا جيت عملت لكم عليه ريفيو ساعات، برضو ما قلت لكم عارفين انتوا بامبي واحساس سعاد حسني بالانطلاق والحيويه وهي لابسه دريس احمر ووسط جنينه ورود وكده، وبرضو احساس الفراوله بتاع الفراوله، ان هي فيها كميه فراوله برضو النوتس بتاعها مش طبيعيه. فانا لما لقيت بقى بنات كتير عمالة بتسأل وحاطة في دماغها ومحكمة رأيها ان هي قافل معاها الفالنتينو، عايزة النوتس بتاع الفالنتينو. فمش هقول لكم بقى بديل هو بديل للفالنتينو الانجل نوفا موجلر. مش هقول لكم هو بديل لي، بس هو نفس الاداء، مش نفس الاداء بنسبة 100%. ممكن يكون الموجلر نوفا موجلر ادائها عالي جدا وثباتها عالي جدا وفوحانها عالي جدا. انا معرفش ليه الشغل اللي عاملاه الموجلر ده، يمكن عشان الدار دي تحديدا، دار العطور الفرنسية دي. فعلا انتوا عارفين انتوا الموجلر اللي هي واخده شكل الست دي وشكلها واللون الازدام موف، وفي منها الاورنج وفي منها الشفافه. ففعلا من الحاجات اللي هي يعني عايزه حد جريء ان هو يحط النوتس كلها قوه ديت، وريحتها مش نفاذه لكن هي قويه ملفته للنظر جدا. ممكن عشان كده يعني الموجلر يعني بتتقن الناحيه ديت في ثبات البارفيم. فطبعا احنا لو جينا برضو شفنا النوتة بتاعه الفالنتينو، بصوا والله يا جماعة ما فرقتش كتير فعلا بجد. يعني ايه، يعني مش الموضوع مش تحكمات، بس انا بحاول ان انا اقرب لكم المسافة شوية عشان الموضوع يبقى سهل كده وما فيهوش تعقيد. النوتس بتاع الفالنتينو بينك فالنتينو، فروتس، ورود، مسكي، زهري، العنبر برضو اللي بيلعب دور في النوفا موجلر دي. فانا شايفة ان هي نفس النوتس. كونهم بقى ان هم هنا يعني الطبخة سبكوها شوية، ادوها دعموها بشوية بحرفية كده اكتر. فاللي هو الديزاينر اللي عمل الموجلر ده فخلاها ادائها ومن حيث الثبات والفوحان مش طبيعي فعلا. أنا بجد يعني ما شفتش اداء بارفان هو اصلا يعني يصنف ان هو فلوري فروتي. مش هنقول بقى عود مطلقا لان انا مش حاسه بنوتة العود. يعني هو مثلا مش زي كلمات، مش زي الجوتشي عود، مش زي الحاجات دي كلها اللي فيها اعواد خالص. هو النوتس بتاعته فيها عود بس هو لا تمت للعود بصلة. ممكن تكون النوتس اللي هنا اتوظفت بطريقة ما فخلت أدائها وثباتها نوعا ما أحلى من الفالنتينو. فيا جماعة أنا بوجه لكم رسالة، اللي عايزة بجد والله العظيم مش عشان الاتنين عندي، بس اللي بتدور وهتموت وتجيب الفالنتينو دي وهي أصلا إصدارها توقف وهتقعد بقى تندب حظها وانا قاعده مستنيه الفالنتينو دي، لا يعني هي مش بديل قد ما انا شايفه ان الموجلر دي ما هيش واخده حقها، ولا هي اصلا دعايه ولا اعلان للشركه نفسها، هي مش محتاجه اصلا. انتوا شايفين جيرمي صنفها ليه، صنفها على طول. كل حاجه عند جيرمي سكسي جدا، والحركات اللي هو بيعملها والريحه اللي بيقعد يتغوغل كده وهو بيشم البارفان. فمش هي مش يعني انا طالعه اقول لكم ان فعلا ما تقعدوش تواخوا نفسكم تقعدوا منتظرين ان تنزل الفالنتينو دي ولا حاجه. لا انا بشوف دي فعلا يعني كلكم بتخافوا منها عشان خاطر الموجلر التانية اللي هي لون الازازه اللي هي مدي على لبني شويه. في كتير منكم بيقولوا انها قلبة على رجالي شويه علشان خاطر نوتة التوابل اللي فيها وان هي حاده شويه.
لكن ديت لا، مختلفة خالص. وفي نفس الوقت محتفظة بالأداء العالي للمجلر. فبصي بقى، تديكي ورود، تديكي فروتس تديكي يعني لعلعة، لعلعة بجد والله. النوتس بتاعتها، انا بقول لكم بصوا، بصوا يعني المجلر ده بديل آمن جدا 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 للفالنتينو الفوشيا. انا مش ما كنتش عايزه احط الفالنتينو عشان ما اظلمش المجلر ده في في الريفيوهات اللي انا بعملها، بس حقيقي والله بجد يعني لما يهل الورد البلدي كل الورد يخاف. احساس يعني مطلق بالسعاده وبالمرح والجمال، قنبله جمال والله يا جماعه. مش ممكن تحس ان انت كده وانت حاطاه ان انت مميزه. شايفين انتوا سعاد حسني في انطلاقها؟ شايفين بامبي؟ وشايفين الروح بتاعتها، روح المرح دي. يمكن البرفانات من الحاجات اللي بتفرق جدا 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 في النفسية، خصوصا لما يبقى نوتس فيها كمية المرح والبهجة دي. فروتس، فلوري، ورود، انواع ورود وعنبر وعود. العود هنا مدي سيكة كده، يعني ايه، مش عارفة اوصفها لكم ازاي. دخل مع الورد، عامل يعني مدي، على التيست كده بتاع الورود، على التيست بتاع الفروتس، على كمان نوتة الأخشاب فيها. ممكن يكون هو محطوط بنسب ضئيلة جدا، عشان كده يكاد يكون إنه هو مش باين، لكن بيلعب دور مهم في النوتس اللي في المجلر نوفا. مش طبيعي بجد والله العظيم. يعني انتوا هاتوا بقى ايه الانجل نوفا موجلر احساس النجم في السماء، احساس يعني التميز المش طبيعي. فيلا احنا الموجلر دي بقى هنقول عليها برعاية لما يهل الورد البلدي كل الورد يخاف. ان شاء الله تعجبكم، اقابلكم في فيديو جديد وريفيو جديد في عالم ياسمين. باي باي.